الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا بنات؟ وحشتوني خالص، يا رب تكونوا بخير. النهارده تعالى هقول لكم على طريقة جميلة وحلوة، بس صلوا على النبي الأول قبل ما نبدأ. تمام. واتمنى ان انتوا تضغطوا لايك من قلبكم عشان تساعدوني، زي ما قلت لكم نفسي تفعل القناة. ربنا يخليكم يا رب، ويسعد ايامكم ويسعد قلوبكم جميعا باذن الله. كل اللي يحط لي لايك ويفرحوا باولاده ويسعدوا ويديله راحة البال بإذن الله. تعالوا النهاردة هقول لكم بطريقة سريعة وسهلة وجميلة جدا، لو انتي بتربي او صاحبة مشروع صغير بتعمليه في البيت او كده، ازاي تكبري الفراخ او البط. تمام. وتساعدي ان هو يبيض كتير. تمام. وفي نفس الوقت لو لسه هو صغير يسمن معاكي بسرعة. تمام. وتحافظي عليه، مناعته تبقى قوية خالص. هقول لكم عليها في 5 حاجات. بصوا، اول حاجة توم باودر. تمام. بصل باودر، بذر الكتان. تمام. حلبة، كركم. ال5 حاجات دول يا بنات بجد والله العظيم روعة روعة روعة. هيرفع معاكي المناعة. تمام. هيزود معاكي في البيض. تمام. هيخليه ما شاء الله يكبر بسرعة بسرعة خالص، بدل العلف اللي بنشتري فيه غالي غالي كده، وتحسي لو انت اشتريته من بره هتلاقي ارخص من كده. فانا بحب الحاجة اللي البيت تربيها على ايدك افضل من الحاجات من بره. ما تعرفوش، وزي ما وريتكم مرة فيديو اشتريت فراخ كده، اللهم يعني احفظ اولادنا يا رب واحفظنا جميعا. المية اللي نزلت منها معرفش دي هل حقنينها ولا ايه بالظبط، الله اعلى واعلم. فزي ما قلت لكم اعملوا الخلطه دي. تمام. بجد هتكبر معاكم بسرعه. بجانب ان انت لو عندك عيش، لو عندك بواقي، آه يعني هيكبر معاكي ويساعد اكتر. وفي نفس الوقت لما تيجي تحطي له الاكل، ما تحطيش الميه الاول، خلي الميه في الاخر، خليه ياكل كويس كده زي تلتين. تمام. وبعد كده يشرب ميه عشان يقدر يشبع ويبقى كويس ويطلع معاكي بسرعه. تمام. والاكل تقدمه له 3 مرات على الاقل. تمام. زي ما شايفين الخليط ده هدمجه مع بعض كويس خالص. تمام. لغايه ما كله يتوزع حلو خالص ويبقى كله مع بعضه. وحاولوا تخلوا الكميات متساويه لبعض. تمام. بحيث ان احنا تكون الكميات متساويه والنتيجه تكون فعاله اكتر واكتر. تمام. لو في توم باودر، لو في بصل باودر زي كده، تحاولي تدعكيه كويس خالص عشان خاطر ايه، كله يدخل في بعضه زي ما قلت لك. ولو عندك اي بواقي تحطي معلقه، تحطي سواء في الشرب. تمام. او سواء في الاكل، بس يستحسن ان هو تحطيه في الاكل عشان في حبيبات زي بذر الكتان وزي الحلبه. تمام. دول حلوين خالص وهيرفعوا المناعه خالص معاهم. تمام. وبجد هيفرق معاكي خالص النتيجه، هتحسي ان في حاجه تانية مختلفه. فانا زي ما شايفين عندي بصل، اشتريت كميه بصل تمام كتير خالص. فالبصل يعني زي كيلو، مش كميه كبيره ولا حاجه. فقصقصت الخضره بتاعه. لو عندك اي حاجه ترفع المناعه، لو بصلايه كل يوم. تمام. ومعلقه خل تحطها لهم في الاكل عشان يرفع معاهم المناعه. تمام. وما تحصل لهمش اي حاجه. بصوا، الفراخ والبط والحاجات اللي زي كده مناعته زي البني ادمين، حافظتي عليه كده وخليتيه تمام كده، بيبقى الدنيا مظبوطه معاكي وحلو ويعيش كويس خالص، ولا تحتاجي علاجات ولا حاجه، بجانب الفيتامين اللي انت تجيبه له. وخلاص كده هقدمهم له بالف هنا وشفا على قلوبهم. يا رب الفيديو يكون خفيف وجميل على قلوبكم. والسلام عليكم ورحمه